3 فيديوهات ورا بعض. المفروض بصوا بقى، يعني محدش يكلمني. سقفه ليا سقفه ليا سقفه ليا. شكرا شكرا شكرا. والله انا مستمتع جدا بهذه التجربه الجديده، فكره ان انا اطلع ارغي كده قدام الكاميرا في شويه معلومات، والناس صراحه يعني محمساني. الفيديو اللي نزل امبارح الصراحه ما جابش اي تفاعل، ولكن انا عرفت فين المشكله وشفت قد ايه الناس بتكتب كومنتس. يعني لو دخلنا على الفيديو هنكتشف ان هو عليه 56 كومنت. الناس متحمسه، والناس بتقول لي كمل، والناس بتقول لي يلا، وكاتب لي افكار لفيديوز. فيديوز محتاجه شويه توضيب وتظبيط، مش هينفع تتقال كده بسرعه، ولكن الى حد ما الناس بسطت من الفكره. والمشكله عندي هوريكم الناس اللي فاهمه في اليوتيوب ولا اي حاجه. عندنا حاجه في اليوتيوب اسمها الامبريشن كليك ثرو ريت، وده معناه ان الفيديو اتعرض لكام شخص على المنصه، وكام واحد داس على الصوره المصغره اللي اسمها ثامبنيل وعجبه العنوان، فبالتالي دخل على الفيديو. انا بالنسبه لي الامبريشن كليك ثرو ريت موجود هنا زي ما انتم شايفينه 4.3، وده معناه ان الصوره المصغره والتايتل بتاع الفيديو كانوا وحشين جدا جدا جدا، فبالتالي الفيديو ممكن ما يكونش يعني يتشاف. انا دايما هاخد بالاسباب الصراحه، وهمشي ورا الدنيا لغايه لما اعرف فين المشاكل المستخبيه في اليوتيوب. ولكن اكتر حاجه عجباني هي التجربه، ان انا عايش التجربه زي ما بيقولوا. انا قلت لكم ان فكره اصلا القناه الجديده هي عشان اشوف التجربه من اول وجديد تبقى عامله ازاي، وارجع شغفي في القصه دي. فانا بحضر نفسي هنا عشان لما اخش على القناه الجديده ان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. وزي ما قلت لكم الموضوع سهل، افتح لاذنه ويشتغل. ولكن في الحلقه دي هتكلم معاكم شويه عن حاجه اسمها اهداف صناعه المحتوى. هو انت راجل عمال تطلع تقول مفيش فيوز ومفيش مش عارف ايه والكلام ده كله، انت مكمل ليه؟ يعني خلاص بقى شكرا كده يا باشا وشوف لك شغلانه ثانيه. انا مكمل لكذا سبب. من اسبابهم او من اكتر اسبابهم ان انا يوم ما بدات صناعه المحتوى كان عندي اهداف معينه، والاهداف دي الحمد لله اللهم بارك ربنا حققها لي بليفل اعلى كتير جدا من اللي انا كنت ممكن اتخيله في ان انا اشتغل فيه في صناعه المحتوى والكلام ده كله. والثلاث اهداف دول اللي دايما على طول بقولهم في الورشه عندي. مفيش حاجه انضفها النهارده، يعني الاوضه نظيفه الحمد لله، يعني فهتلاقيني واقف قدام الكاميرا على طول. الثلاث اهداف هم كالتالي. اول حاجه، انا كان اول ما بدات صناعه المحتوى كان نفسي جدا جدا ابقى شغلانتي هي المحتوى، ابقى فول تايم كونتنت كريتور. الحاجات دي بقولها في الورشه في اول محاضره بتاعت وان مان كرو، بقول لهم ان انا كان اهدافي 1 2 3 4. اول حاجه كان ان انا ابقى فول تايم كونتنت كريتور. من 4 سنين الحمد لله ده تم، وسبت الشغل بتاعي تماما واتفرغت تماما لصناعه المحتوى. فتحت المكتب ده، الاستوديو ده. اللي متابعيني زمان ما يعرفوش ان ده الاستوديو بتاعي، يعني عارفين ان انا كان عندي اللي هو الاوضه اللي في البيت دي. والحمد لله ربنا كرمني وفتحت الاستوديو ده واشتغلت فول تايم كونتنت كريتور وحققت الهدف الاولاني كله. كان الموضوع الصراحه متعب في الاول، ولكن الحمد لله اتحقق اول هدف. انا عايش من صناعه المحتوى، باكل وبشرب وبصرف كل حاجه من صناعه المحتوى. ده كان اول هدف اساسي بالنسبه لي. تاني هدف والاقوى والاكثر شغفا، فكره ان انا حاجه كاتب الحاجات دي كده بالانجلش، work with brands، ان انا اشتغل مع شركات. واللي شاف او متابعني من زمان، انا عملت تقريبا اكتر من 400 وشويه فيديو على الشانل دي، منهم كتير قوي ريفيوز. كل الريفيوز اللي اتعملت دي كانت عباره عن ان انا اشتغلت مع شركات، والشركات دي بعتت لي منتجات، او الشركات بتقدم سيرفيس فعملت لها اعلانات. اشتغلت مع اكبر الشركات اللي ممكن اشتغل معاهم في مجال التصوير، زي كانون، زي نيكون، زي سوني، واي شركات بعد كده. خلاص يعني انا زي ما بتقول ايه كده، عملت ايه، جيم اوفر، انا خلصت اللعبه، جبت اخر الموضوع. فالحمد لله حققت الهدف الثاني، واشتغلت مع شركات كتيره جدا 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 لا تحصى الحمد لله. فالموضوع ده يعني مخليني يعني لا، انت عايش، انت مكمل والدنيا زي الفل يعني. وده الهدف الثاني اللي اتحقق ولسه بيتحقق، ولسه ببني في بورتفوليو اقوى، وهكذا وهكذا. وثالث هدف ان انا بحب اعلم. يعني انا من الحاجات اللي انا بحبها ان انا اعلم الناس. فكنت كاتب الهدف الثالث حاجه اسمها البروفايد فاليو، ان انا اقدم فاليو. مع انتشار التيك توك الفتره اللي فاتت، وانتشار المحتوى بتاع الجولات والحاجات دي كلها، مع احترامي للناس انا مش بذم في حد او بتكلم على حد، ولكن في شريحه كده من الناس خدت مستوى صناعه المحتوى في حته انا ما كنتش اتمنى ان هي تحصل، اللي هو الجولات ويفرقعوا بيض في دماغهم ودقيق ويخش الحمام والجو اللي هم اكيد انتوا لاحظتوا الموضوع ده قبل كده. ففكره ان انت تفضل تقدم فاليو، تقدم قيمه، تعلم الناس، الموضوع ما بقاش سهل وبسيط وبالشكل بتاع زمان. يعني زمان ما كانش عندنا تيك توك ولا انستجرام ولا شورتس، كان عندنا لونج فورمات فيديوز بتنزل على اليوتيوب فقط.
فكان بالنسبه لنا مساعد قوي ان احنا نركز في حته واحده. دلوقتي بقت المنصات كتير واشكال الفيديوهات كتير والدنيا ملعبكه خالص. المهم يعني ان انا كان الهدف الثالث ان انا ابروفايد فاليو، او ان انا اقدم فاليو او قيمه، بحيث ان مستقبلا لما اولادي يكبروا او لما والدي والدتي حد يشوفني في السوشيال ميديا يقول ابنك بيقدم حاجه كويسه، او اولادي يتفاخروا بوالدهم يقول بابا بيقدم حاجه كويسه، بيقدم فاليو، بدل ما بابا بيطلع يرقص قدام الكاميرا وبلا بلا. مش عايز اخش يعني في هذا النقاش اللي هو مش هيبقى احسن حاجه وفي جدل كتير. فدول كانوا 3 الاهداف اللي انا كان نفسي احققهم، ان انا ابقى فول تايم كونتنت كريتور، ابروفايد فاليو، واشتغل مع شركات كتير. تحققوا 100. هل ما زلت في نفس الاهداف دي وشغال عليها وبتكبر ورا الثانيه؟ ده بيحصل جدا والحمد لله الدنيا زي الفل. ففكره ان انا ليه تكمل، ليه ما تكملش، ليه ما توقفش، ليه ما تعملش، الموضوع مش مرتبط اكتر، او كل واحد طبعا ودماغه، مش مرتبط اكتر بفكره مشاهدات او لايكس او الكلام ده كله. مرتبط اكتر بكونسبت انت حاطه لنفسك انت. يعني انت حاجه مصدقها، حاجه بتحبها، حاجه شغوف بيها، حاجه عايزك تعملها، وصلت لها، ربنا كرمك فيها، حطك في الحته دي، خلاص بقى انت ما تستهبلش بقى. مع ايه يا عم مالك في ايه يعني؟ ربنا كرمك كمل. ودايما بقول برضو للناس ان انت الهدف بتاعك ان انت تركز في الانتاجيه، ما تركزش على النتيجه. ودي نصيحه من صديقي احمد ابو زيد. لو في يوم من الايام اتفرجت على الفيديو ده وشفت، شكرا ليك. في مره ما كلمته وقلت له في مشكله في الفيوز ومش عارف ايه والكلام ده كله، قال لي ما تحطش هدف تماما على الفيوز، حط الهدف بتاعك او فكرتك هو الانتاجيه. بمعنى انت لو بتنزل فيديو كل اسبوع فيديو واحد، لا، حط التارجت بتاعك ان انت تنزل فيديوهين في الاسبوع مش فيديو واحد. ما تركزش بقى ان انا هنزل 4 فيديوهات وكل فيديو يجيب لي 20 30 الف فيوز. فانا هنا حولت كونسبت دماغي او تفكيري او نظرتي من ان انا شخص بركز دايما ان انا فيوز كتير، ليه الناحيه الثانيه ان انا انتج كتير. فبالتالي ده هيلغي من دماغي فكره بقى ان انا اركز في التعليقات والفيوز واللايكس والحاجات دي كلها. انا فاكر المكالمه والله الكلام ده كله اكتر من سنه او سنه ونص. انا فادتني جدا يعني. دي من ضمن النصايح اللي في حياتي اللي فادتني بشكل كبير جدا جدا، من حد انا اصلا دخل اليوتيوب عشان كنت بتفرج عليه، اذا كان اللي هو احمد ابو زيد. احنا واحمد صحاب حاليا الحمد لله يعني، راجل يشكر، محترم فوق الراس. فانا حاليا يعني مكمل وماشي زي ما انا، علشان اهدافي الحمد لله من صناعه محتوى اتحققت. تفكيري او المايند سيت بتاعتي، فكره الكونتنت اتغيرت تماما. الدنيا كلها مش فيوز على فكره يعني. في الاخر كان برضو صديقي الجميل مصطفى مكرم كان دايما يكتب هاشتاج اترك اثر. انا الحمد لله واتمنى ده يكون حاصل يعني، بس انا تارك اثر. يعني انا سايب اثر في ناس كتير قوي اللي بشوفها بره في الشارع او في اي ايفنتات، تيجي تصور معايا وتقول انا اتعلمت منك. الناس اللي بتكتب لي كومنت وتقول لي انت كمل وانا اتعلمت منك، وانا الكلام ده كله على فكره حتى في اخر فيديو اللي فات في ناس كده. فعلى امل واتمنى ان يكون ده حاصل، ان انا تارك اثر كويس في فكره المحتوى بتاعي، ان هو تعليمي للناس والكلام ده. وبس كده يعني. الدنيا لطيفه، انا مبسوط. بصوا انا مبسوط يعني. انا ههفن، هطلع كل ما في جعبتي ليكوا، وهكمل وهنزل الفيديوهات والكلام ده كله ان شاء الله. الفيديو اللي فات هحاول اغير الثامبنيل واغير التايتل بتاعه. وانت لو جديد ومش فاهم انا بعمل ايه، عندك حلقتين اللي فاتوا يا ريت تتفرج عليهم. ولو انت مكمل معايا من الحلقتين اللي فاتوا فشكرا، عاش والله، انت جامد. زي ما انت اتفرج على الفيديو، قول لي رايك في الكومنتس، اعمل لي لايك، بوش معايا الدنيا. وما تنسوش نفس الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت يعني. لو انت عايز تنضم للشانل بتاعه الانستجرام، هتلاقي الاكونت بتاع الانستجرام بتاعي تحت. اكتب لي محتاج تتفرج على ايه الحلقه الجايه في الكومنتس، ارائكم او الكومنتات بتاعتكم. النور قطع والله لا انا مكمل، والله لا انا مكمل اهو. استنى، هي دي علامه ولا ايه؟ وهات الكرسي. انا مفيش حد هيوقفني، انا مفيش حد هيوقفني. والله نور ربنا اهو زي الفل، 100 100. احلى نور في الدنيا. لو عملنا كده بصوا بقى هيدينا دبث، هتلاقي بص الجو عامل ازاي. والله انا جامد في الاضاءه يا جماعه، شايفين البتاع ده. المهم يعني ما تنساش لو عندك اي افكار في دماغك عايز نعملها حلقات، تكتبها لي في الكومنتس، واللايك الجامد. كمل سبورت، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.